بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ صلاح الدين زنو، أستاذ المدرسة العليا للأساتذة ببلة. دائما في طور يعني التكوين، يعني تكون قسنطينة جامعة منطوري واحد، أساتذة حديثي التوظيف. الآن سوف أعرض عليكم مخطط مقياس الذي قمت باختياره، وهو تاريخ أو مقياس تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس. إذا نعرض أمامكم هذه الخريطة دائما. إذا من إعداد الأستاذ بن صلاح الدين، أستاذ مساعد المدرسة العليا للأساتذة بوردة. عندنا مجموعة من النقاط يجب يعني أن نأخذها في مخطط شرح المقياس أو مخطط عرض المقياس. أولا عندنا معلومات حول المقياس، ثم معلومات عن الأستاذ، تقديم المقياس، محتواه، المتطلبات القلبية، أهداف هذا المقياس وهذا أهم شيء، طريقة تقييم التعلم، أنشطة التعليم والتعلم، المقاربة البيداغوجية وسيرورة العمل، آخر شيء مصادر المساعدة في هذا المقياس. عندنا معلومات حول المقياس. تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس، يعني مستهدفة سنة ثانية، تخصص تاريخ وجغرافيا لكلا الطورين المتوسط والثانوي. بطبيعة الحال معامل المقياس هذا ثلاثة. حجم الساعي، محاضرة حجم الساعي بالحصة الواحدة ساعة ونصف، تطبيق أيضا ساعة ونصف، حساب نسبة معدل 50%. هذه معلومات عن الأستاذ. الآن نأتي إلى المعارف المستقبلية المسبقة المطلوبة، أو وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم. عندنا أهداف التعليم. ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات بعد نجاحه في هذا المقياس، التعرف على أهم التطورات التي شكلت منعطفات هامة في بلاد المغرب الإسلامي والأندلس خلال الفترة الوسيطة من التاريخ. محتوى المقياس، يتناول هذا المقياس الوضع السياسي والاقتصادي والحضاري في بلاد الفتح، ثم انقسام العالم الإسلامي وظهور التغيرات، الوضع السياسي والاقتصادي والحضاري يعني في بلاد المغرب ثم في بلاد الأندلس، مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس. هنا انقسام العالم الإسلامي وظهور الدويلات، الأغالبة والسنيين والأدارسة، وأخيرا الدولة العبيدية أو الدولة الفاطمية. إذا مرحلة الفتح إلى غاية سقوط غرناطة سنة 1492 للهجرة للميلاد عفوا. الآن هذه خارطة الذهنية التي قمت بإنجازها عبر برنامج فيو. هذه الخريطة الشارحة للمقياس. المتطلبات القبلية، أولا يجب أن يعرف الطالب الرقعة الجغرافية لبلاد المغرب والأندلس، كذلك معرفة مراحل الفتح الإسلامي لكلا العدوتين. أهداف المقياس بطبيعة الحال، أيضا دور الحركات الانفصالية والدعوات المذهبية، وفي حالة وجود نقص نتوجه إلى الروابط التالية التي نستعين بها من خلال محاضرات عبر شبكة الإنترنت أو محاضرات صوتية، خاصة من إعداد الدكتور أحمد بن يوسف الداعش. أهداف المقياس، في نهاية هذا المقياس يمكن للطالب أو يمكن للطالب ما يلي: معرفة المراحل الكبرى التي مرت بها بلاد المغرب والأندلس بعد الفتوحات الإسلامية، معرفة الدويلات التي ظهرت في أقطار المغرب الإسلامي والأندلس سواء الدويلات المستقلة أو الموحدة، تعرف على طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي عرفتها بلدان الغرب الإسلامي في ظل الحضارة الإسلامية، إدراك مدى مساهمة الغرب الإسلامي في الإنتاج الحضاري الإسلامي بشكل خاص والإنساني بشكل عام. هنا أمامنا طريقة تقييم التعلم عن طريق المحاضرة أو عن طريق الأعمال الموجهة.
أيضا عندنا أنشطة التعليم والتعلم، الحضور باستمرار للمحاضرة، أخذ رؤوس أقلام في كل ما تم مناقشته في المحاضرة، والمشاركة في المناقشات وطرح الأسئلة، إجراء المكتسبات وكل المعلومات التي يتحصل عليها الطالب، المقاربة البيداغوجية عن طريق المعرفة، الخبرة المكتسبة من المعرفة، توظيف المعرفة، صيرورة العمل حضوريا، وهذا يعني بنسبة 90 إلى 95%، ثم عن طريق منصة مودل. أيضا هناك تمارين تفويضية يقوم الطالب بإنجازها سواء داخل القسم أو في البيت. وأخيرا نأتي إلى ذكر المصادر المساعدة، خاصة عندنا في مقياس النظر الإسلامي عندنا ابن خلدون مقدمة، وابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ابن عذرة المراكشي أيضا بيان المغرب، والبلدري فتوح البلدان، والبكري في المسالك، والواقدي كتاب فتوح أفريقيا، وعبد الرحمن بن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب والأندلس. هذا كل شيء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.